اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس لينكس للبيجنرز. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الاف والفور والهوايل لوبس والاريز. النهارده ان شاء الله حلقتنا هتكون عملي عشان نتدرب اكتر على الاف والفور والهوايل لوبس والاريز، وازاي ان احنا ممكن نكتب سكريبت باستخدام الاريز والاف والفور والهوايل لوبس ونحترف كتابه السكريبت. يلا بينا نفتح التيرمينال بتاعنا عشان نبتدي شغل على طول. اول سكريبت هنبتدي نكتبه هو سكريبت بيتشيك الفايل سايز بتاع الدايركتوري او الفايل. احنا علشان نعمل سكريبت بيتشيك الفايل سايز بتاع الدايركتوري او الفايل، ايه الخطوات اللي احنا كنا بنبتدي نعملها؟ اول حاجه كنا احنا بنعمل دايركتوري على ديسكتوب، بنسميه ايا كان الاسم، نسميه مثلا فايل سايز. جميل. بعد كده بنخش جوه فايل سايز ذات نفسه، ونبتدي ان احنا نعمل الفايل اللي هنكتب جواه الباش سكريبت. جميل. سودو فيم، ونسميه برضو فايل سايز دوت شيل كالي. دلوقتي فتح معايا، بندوس انسرت من الكيبورد عشان نبتدي نكتب، وزي ما اتفقنا احنا بنكتب هاش علامه تعجب بين وباش، قلنا عشان نقول للشيل اللي احنا هنستخدم باش. جميل. حلو، احنا كنا اتفقنا ان الهاش ده بيكون كومنت للبروجرامر. طب ده بيفيدك انت في ايه؟ بحيث انك انت لو عوزت ترجع لاي حته معينه في الكود تقدر ترجع لها بسرعه، لانك انت هتكون عامل كومنت لنفسك وتشوف الكود بتاعك ايه الايرور اللي فيه. انا برضو هنا قبل ما ابدا شغل هكتب كومنت لنفسي، بحب انظم الكود بتاعي علشان نعرف نفهمه كلنا سوا بشكل واضح. ايه الكومنت بس اللي انت هتكتبه؟ الاول قبل بدايه اي كود احنا لازم نتخيل الكود هيبقى عامل ازاي. يعني لما نيجي نرن السكريبت هيبقى شكله عامل ازاي، يعني الاوتبوت هيبقى شكله عامل ازاي، الانبوت هيبقى شكله عامل ازاي. تخيل معايا كده دلوقتي احنا عايزين نعمل سكريبت بيتشيك الفايل سايز بتاع الدايركتوري او الفايل. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان حضرتك هتدي له انبوت وهو هيطلع لك اوتبوت. طب مين الانبوت بتاعك؟ هو مكان الفايل او الدايركتوري، بناء عليه بيقدر يعرف حجمه ايه ويقول لك. حلو، اللي انا قلته ده معناه ايه؟ معناه ان في ايكو وفي ريد، واكيد هيبقى في مقارنه اللي هي هتبقى اف او وايل او فور، ايا كان انت هتقارن بمين. احنا هنستخدم في الكود بتاعنا اف. بس انا عندي تو اوبشنز دلوقتي. اول اوبشن ان انا ممكن استخدم ايكو وريد في كتابه السكريبت، وتاني اوبشن ان انا ممكن استخدم الارجيومنت. فاكرين الارجيومنت اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت؟ لا مش فاكرينها يا باسل، خلاص هوضح لكم اكتر دلوقتي في السكريبت ده. جميل. لو احنا هنستخدم ايكو وريد، شكل السكريبت بعد ما نيجي نعمل له رن هيبقى شكله كالاتي. يعني حضرتك هتيجي تعمل رن مثلا السكريبت اسمه فايل سايز، فانت بتيجي تعمل له ايه؟ رن بالمنظر ده. بعد ما تعمل له رن هتلاقيه بيقول لك ايه هنا كده؟ الايكو بتاعتك بيقول لك ايه؟ انتر يور باس، يعني مكان الفايل او وصف فايل ايا كان بقى يبقى ايه. وبعدين هنا اليوزر هيكتب رايت، اللي هو ريد بقى. ريد، عشان اليوزر يكتب ريد هيكتب ايه؟ كل اللي احنا كاتبينه ده كومنت مش الكود. هيكتب ايه؟ مكان الفايل، باس اوف فايل. بعد كده هنا ايه اللي هيحصل؟ هيحصل برنت ايكو للسايز اوف فايل. ايه ده بقى بس اللي انت كاتبه ده؟ ده اول اوبشن احنا ممكن نستخدمه، ان احنا نستخدم ايكو وريد وايكو ويطلع معانا السايز على طول. طبعا اكيد هنستخدم اف كونديشن في الموضوع ده، حاجه احنا متفقين عليها مفيش اي مشكله. بس اللي انا اقصد اقوله ايه؟ سكريبت خفيف زي ده مش محتاج ان هو يتعمل على 3 مراحل. احنا محتاجين ان احنا نحط الفايل على طول ونشوف مساحته. احنا لسه هنقعد ندخل مكانه بعد كده يقوم قايل لي مساحته؟ لا، الموضوع كبير جدا. وبعد كده ايه؟ هيتعمل على 3 خطوات. ليه 3 خطوات؟ ما احنا ممكن نعمله في خطوه واحده. طب الخطوه الواحده دي بقى بتاعت ايه؟ الارجيومنت. الارجيومنت دي بقى لو حد فاكرها، احنا كنا بنقول ان الشيل بتقرا. لو مثلا على سبيل المثال هنا مكتوب باسل، وهنا احمد، وهنا اكس. ايه اللي انا كتبته ده؟ قلنا الشيل بتقرا هنا ده، بتقرا الارجيومنت بتاعها 0، الارجيومنت بتاعها 1، الارجيومنت بتاعها 2. يعني انت عايز تقول لي ان انا ممكن اعرف الفاريبل زي ما عملنا في السكريبت بتاع الحلقه اللي فاتت؟ ممكن اعرف الفاريبل. لو انا عرفت الفاريبل كده 0 يبقى انا كده بنده على باسل، ولو انا عرفت الارجيومنت الفاريبل 1 يبقى انا كده بنده على احمد، ولو عرفت الارجيومنت 2 يبقى انا كده بنده على اكس. يعني انا ممكن يا باسل اختصر ال3 خطوات دول في خطوه واحده. ويبقى منظر الكود كده: تكتب run فايل سايز، وهنا تكتب الفايل باس بتاع الدايركتوري او الفايل اللي انت عايز تعرف المساحه بتاعته. لا يا باسل، فعلا ده من خطوه واحده اكتب ران للسكريبت بالفايل اللي انا عايز اشوف مساحته، بدل ما لسه كنت رن السكريبت ويقول لي دخل الفايل باس، وبعد ما تدخل الفايل باس يطلع لك الاوتبوت. يعني انت كده يا باسل سهلت علينا الموضوع. ايوه فعلا سهلت عليك الموضوع، لان السكريبت بسيط ومش محتاج تفاصيل كتيره زي دي. فعلى طول من خطوه واحده نقدر نعمل كده. طب ازاي هنعمل كده؟ زي ما هنشوف دلوقتي. يلا بينا نمسح كل الكومنتس دي ونبتدي بقى شغل عشان نفهم هنكتب السكريبت ازاي. ركز بقى معايا كده
علشان هنا انت لازم تكون مركز معايا في كل حته علشان تقدر انك انت بعد كده تحترف كتابه السكريبتات. جميل جدا. دايما بحب يكون شغلي منظم، فقبل ما ابتدي شغل بحب اكتب كومنت لنفسي على اي فانكشن انا هكتبها في الكود، بحيث ان انا لما احب ارجع لها بكل بساطه وابقى فاهم ان ده الكومنت اللي انا سايبه لنفسي. جميل جميل. هنكتب هاش وهكتب الكومنت بتاعي الاولاني check if file pass is provided. ليه انا كتبت الكومنت ده؟ علشان زي ما احنا ما اتفقنا احنا هنعملها عن طريق الارجيومنت. فالفكره كلها اللي انا اقصد اقوله ايه، ان لما اليوزر يجي، انا بقى تخيلاتي للكود ايه، ان لما يجي اليوزر يرن السكريبت لازم يكتب جنبه على طول الفايل باس، ولو ما كتبش الفايل باس جنبه ساعتها هيحصل ايرور. يبقى اذا انا كده اول خطوه اعملها هي مين؟ اللي اقارن بيها، اللي هي هتكون مين؟ اف. يبقى انا هبدا باف. اف بقى هتقول لي ايه دلوقتي؟ هقول له اف، وزي ما اتفقنا احنا بنكتب اف براكت، بنكتبها بالشكل ده سبيس داش زد، بعد كده كوتيشن فاريبل 1، اقفل الكوتيشن، بعد كده سبيس واقفل البراكت، سيمي كولوم، زين، بعد كده هنقول له ايكو. بس استنى يا باسل ثانيه واحده، انا مش فاهم ايه داش زد دي. يعني ايه داش زد يا باسل؟ انت هتقارن كده مين مع مين؟ ايه بقى داش زد دي يا باسل؟ فهمني كده اكتر. تعالى افهمها لك عن طريق كومنت بسيط. الكومنت ده بنقول فيه ايه؟ ان احنا في الاخر بعد ما نيجي نرن السكريبت هنقول دوت سلاش فايل سايز دوت شيل، بعد كده الباس. مش ده اللي احنا اتفقنا عليه في البدايه؟ قلنا ان احنا هنرن السكريبت وبعد كده هنكتب الباس بتاع الفايل او الدايركتوري اللي احنا عايزين نشوف السايز بتاعه ايه. جميل. طيب اتفقنا ان برضو ده الارجيومنت بتاعه 0، ده الارجيومنت بتاعه 1، وقلنا ان ساعتها لو اليوزر ما كتبش كده هيحصل ايرور، لكن لو كتب الباس هيرن معانا عادي الكود وهيقول لنا الاوتبوت بتاع الباس ده السايز بتاعه قد ايه. يبقى احنا كده محتاجين مقارنه. ايه المقارنه بقى اللي محتاجين نعملها؟ نعمل مقارنه ما بين الارجيومنت. طب مين اللي هيقارني ما بين الارجيومنت؟ داش زد. داش زد بقى هنا بتقول لي ايه؟ والله لو اليوزر كتب ارجيومنت 1 اللي هو هيكون الباس، لان ده بالنسبه لي هو ارجيومنت 1. لو كنت هتكتب حاجه تاني بعديها، على سبيل المثال كتبت اكس، يبقى انت هنا محتاج تعرف ارجيومنت 1 وارجيومنت 2. لكن احنا هنا مش محتاجين غير ارجيومنت 1 بس، عشان هنكتب الباس جنب الاكسكيوتبل سكريبت. حلو. يبقى هنا بقى اف بتقول له ايه؟ والله لو اليوزر ما دخلش باص ساعتها هيكون الارجمنت بزيرو. هيكون بزيرو لان مش هيكون مكتوب فيه اي حاجه غير الرننج. فساعتها هيقول له ايه؟ هيقول له ان انت ما دخلتش الفايل اللي انت عايز تشوف مساحته، فمش هقدر ارن الكود. لكن لو كان الارجمنت بيساوي 1، يعني اليوزر دخل حاجه بعديها فبالتالي الارجمنت هيكون بيساوي 1، ساعتها الكود هيرن عادي وهيقول لك الفايل سايز بتاع الملف اللي انت حطيته له. احنا كده فهمنا قصدك يا باسل. طب عشان نكمل اف هنعمل ايه؟ تعالوا نمسح الكومنت ده ونكمل. يبقى هنقول له ساعتها ايكو لو الشرط اتحقق، ايكو يوسج مثلا، يعني انت هتكتب طبعا اي برنت، يعني مش لازم ان انا بكتبه. 0 اعمل لي الفايل باس. جميل جدا. يعني ساعتها هيقول لك ايه؟ هيبرنت لو الشرط ما اتحققش، يعني انت لو ما كتبتش الارجمنت 1 ساعتها هيقول لك للاسف انت ما دخلتش الفايل باس، فانت وقفت عند ارجمنت 0. مين اللي بيعمل المقارنه دي؟ ده الزد. جميل. بعد كده هقوم قايل له اكزيت 1. جميل جدا. وطبعا زي ما احنا عارفين بننهي الاف بفاي. بعد كده محتاجين نعرف ان فاريبل فايل باس بيساوي ارجمنت 1. هو فعلا بيساوي ارجمنت 1 لان احنا هنكتب الفايل باس في تاني خانه جنب الرننج بتاع السكريبت. حلو جدا. فهنقول له برضه هاش كده عشان الدنيا تبقى واضحه، فايل باس. بعد كده نكتب بقى ايه في الكود؟ نكتب ان فايل باس بنفس السبيلنج طبعا اللي فوق عشان نعرف الفاريبل، بيساوي كوتيشن الفاريبل بتاعه ارجمنت 1. جميل جدا. بعد كده عايزين نعمل ايه تاني؟ هنا بقى عايزين الاوتبوت اللي هيظهر، اللي هو بقى خلاص الفاينل ريزلت اللي هيظهر لليوزر. ايه هو الفاينل ريزلت؟ جيت فايل سايز. طلع له بقى الفايل سايز عشان تحقق له السكريبت اللي احنا عايزين نحققه في الاخر. حلو جدا. فهنقول له ان الفايل سايز بيساوي الفاريبل ديسك يوزج دي يو داش اتش. اتعرضنا للكوماند ده على مدار الحلقات قبل كده، قلنا ان داش اتش ده بيعمل ايه؟ هو ده اللي هيوري لليوزر الكيلو بايت، حجم الفايل بالكيلو بايت عشان يقدر ان هو يفهمه اكتر. كوتيشن الفاريبل بتاعه اللي هو مين؟ الفايل باس. يعني الفايل باس اللي انت عرفته بارجمنت 1 لما يتكتب
تعالى لي بقى تحت قول لي الديسك يوسج بتاعه كام بس بالكيلو بايت. جميل جدا. واقفل الكوتيشن. بعد كده انا عايز اعمل حاجه جميله، عايز استخدم كوماند كات لسبب. ليه بقى؟ علشان يطلع لي حجم الفايل بس، ما يطلعليش اي تفاصيل تانية، وابقى شايف حجم الفايل بس، ويبقى الموضوع مريح لعيني ومريح لليوزر اللي هيستخدم السكريبت. جميل جدا. بعد كده في الاخر نهايه السكريبت ايكو فايل سايز اوف. مين بقى؟ نهايه السكريبت هيكون اني فاريبل؟ الفايل باس از الفاريبل بتاعنا اللي هو الفايل سايز. جميل جدا. كده احنا خلصنا السكريبت وكل حاجه تمت على خير، مش ناقصنا اي حاجه، وان شاء الله السكريبت هيشتغل معانا دلوقتي. يلا بينا نخرج منه. خطوتين فوق بعض دبليو كيو. طب ايه اول حاجه هنعملها عشان نرن السكريبت؟ ليست لونج ديتيلز. ليه ليست لونج ديتيلز؟ عشان نشوف ايه البرميشنز اللي مسموحه لحضرتك انك تعملها. الفايل سايز دوت شيل لونه ابيض، يعني ده معناه ان هو فايل ومش اكسكيوتبل فايل. عرفت منين؟ علشان لونه ابيض. ده رقم واحد. رقم اتنين البرميشنز بتاعت الاونر. اللي هم 3 قنات، مفيش فيهم اكسكيوتبل فايل يقدر يريد ويرايت بس، وكمان اوله داش. وطالما قلنا ان هو اوله داش ده معناه ايه؟ ده معناه ان ده فايل دوكيومنت. جميل جدا. يبقى احنا محتاجين نديله صلاحيه ايه؟ تشينج مود، ونعمل له بلس اكس عشان نديله صلاحيه الاكسكيوت. يبقى نقول له سودو تشينج مود ونعمل له صلاحيه الاكسكيوت بوزيتيف اكس. ليست لونج ديتيلز. فعلا صلاحيه الاكسكيوت بقت معايا اهي، والفايل نور اخضر. جميل جدا. يلا نعمل له ران كلير باش. هنا بقى شرط اف اتحقق فعلا. بص بيقول لك ايه؟ ما احنا كنا كاتبين ان برنت ساعتها اليوزج. يعني ايه برنت اليوزج؟ يعني استخدام السكريبت بتاعك عشان اليوزر لو مش عارف يستخدمه. هنا بنقول لليوزر انت بتستخدمه ازاي؟ بتكتب باش فايل سايز دوت شيل، وبعد كده بتكتب الباس بتاع الدايركتوري او الفايل اللي انت عايز تشوف مساحته. يعني ده كمان هنت. يعني هو كمان ايه الايرور بالنسبه لنا؟ هنت. خلينا الايرور بالنسبه لنا في السكريبت ان يكون هنت لليوزر عشان يبقى عارف هيرن السكريبت ازاي. جميل. طب هيعمل ايه دلوقتي؟ هنخش مثلا نيو تاب ونجيب الفايل اللي احنا عايزين نعمل له نشوف مساحته. جميل. سي دي. على سبيل المثال احنا عايزين نشوف مساحه الديسك توب عندنا. كلير بي دبليو دي عشان نشوف بقى ايه الباس بتاعه بالظبط. ادي الباس بتاعه. خده بقى كنترول شيفت سي كوبي. تعالى لي هنا هنكتب باش فايل سايز دوت شيل كنترول شيفت في. انا كده عايز اعمل ايه؟ كده انا عايز اشوف مساحه الدايركتوري بتاع الديسك توب كله. بس مين بقى اللي هيظهر لي؟ هيظهر لي كلهم، ولكن اول لاين هيظهر لي فيه بتاع اول واحد، زي ما احنا ما عملنا الكاتنج عشان نقطع الكل ونجيب اول واحد بس في الديسك توب. يعني ايه بس الكلام ده؟ يعني زي ما حضرتك هتشوف في الاوتبوت دلوقتي. ادي انتر. الفايل سايز اوف هوم كالي ديسكتوب از 8 كيلو بايت. عرفت منين؟ اول واحد عندي 8 كيلو بايت هو ده اللي باينهولي هنا، لكن الباقي بتاع الديسكتوب وهم مساحتهم كلهم اهم. ليه اشمعنى ده احنا بيناه هنا فوق؟ لان انا في السكريبت وضحت له، قلت له اعمل لي كات لكله وبين لي الاف 1 هنا كده. يبقى اذا كده السكريبت بتاعنا اتكتب بشكل جميل وبشكل لطيف. طيب كده احنا الحمد لله خلصنا الكورس بتاع لينكس فور بيجنرز، وحابب ان انا اقول لحضرتك على حاجه. حضرتك دلوقتي كده جاهز، بقول جاهز انك تتعلم ايثيكال هاكينج، ولكن انت مش جاهز انك تكون ايثيكال هاكر. خد بال حضرتك من اللي انا بقوله، في فرق ما بين الاثنين. انت دلوقتي كده مستعد انك تتعلم ازاي تكون ايثيكال هاكر او تشتغل في مجال بنتريشن تيستنج او ايا كان المجالات. ويا رب تكونوا استفدتوا من خبرتي، واكون دايما عند حسن ظنكم ليا. شكرا لكل من حضر الكورس، وشكرا لكل من اهتم. وانا عمري ما اتاخر على اي حد. اللي حابب يسالني في اي حاجه او في حاجه معينه مش فاهمها، تقدر تتواصل معايا على جميع منصاتي على السوشيال ميديا، وهتلاقيني على طول، وان شاء الله هقدر اساعدك. شكرا للجميع، واتمنى لكم التوفيق دايما في جميع المجالات. وزي ما بقول لحضرتك لازم تتدرب اكتر على الباش سكريبت، وتقدر تجرب تتخيل سكريبتات تكتبها وتنفذ اوامر وتعمل حوارات، وتجرب كل اللي احنا اتعلمناه ده تاني من الصفر، علشان تشوف حضرتك بقيت عامل ازاي ومهارتك بقت عامله ازاي على الباش سكريبت والترمينال. شكرا لكل من حضر الكورس، وشكرا لكل من اهتم وذاكر، واتمنى التوفيق لجميع الطلبه.